ان انا امسك الميزانيه وانا بقى كنت بقى ايه قاعده بقى في الشيخ زايد فجنبي هايبر. دايما لو بدخل السوبر ماركت بيبقى معايا مثلا كام يعني 20 جنيه 30 جنيه، لكن انت معاكي دلوقتي المرتب بتاعك اول داخله عشان تجيبي بقى الفلوس بقى وتجيبي ميزانيه البيت. تنزل عشان تجيب مثلا ملوخيه وفراخ ورز فتلاقي نفسك جبت بقسماط وبينات باتر وحاجات، وفي الاخر الملوخيه والرز اللي انت هتاكلهم حرفيا ما جوش. الاساسيات بتاعت الاكل مفيش يعني. الفلوس بقى ما شاء الله كانت اول مره اكتشف انها كائنات حيه بتطير حرفيا بتفلسع. فانا بقى يعني باجي بقى على 15 في الشهر كده كان اجره الميكروباص جنيه وربع، فان انا بقى اطلع من المحفظه جنيه وربع دي كانت بالنسبه لي يعني كانت بهدله، لان انا ما كانش يعني ما فيش وعي مالي خالص كان عندي، كان زيرو حقيقي. وفي نفس الوقت كان عندي اللي بيديني فلوس لو انا يعني حتى وانا كنت بشتغل في البيت، بس وبيني وبينك انا في البيت ما كنت بشتغل في البيت. انت قصدك الدار اللي كنت فيها؟ في الدار اللي انا كنت فيها انا بشتغل فيها، فكده كده زيتنا في دقيقنا اكلي جوه مفيش مواصلات، فبالنسبه لي ما كنتش حاسه بالمعاناه قوي. ده كان مرتب اول شهر. ده اللي نزلتي بيه هايبر جبتي حاجات بينا باتر وبقسماط وشيبسي وبندق وحاجات كده ونسيتي الاساسيات.